الإسلام. في الإسلام كلمة حرام معناها الشيء الممنوع الذي نهاه الله تعالى عنه بشكل واضح. الفكرة الأساسية أن الله سبحانه وتعالى لا يحرم شيئا إلا لأنه فيه ضرر على الإنسان، سواء ضرر بدنه أو عقله أو روحه أو مجتمعه. ولهذا الإسلام ربط الحرام بمقاصد عظيمة: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض. أول وأخطر المحرمات هو الشرك بالله، أي أن يعبد الإنسان غير الله أو يشرك معه أحدا، وهذا أكبر الكبائر. بعده يأتي القتل بغير حق، فالقرآن يقول: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وكذلك الزنا الذي يهدم الأسرة والمجتمع، والسرقة التي تأكل أموال الناس ظلما. الإسلام حرم شرب الخمر والمسكرات والمخدرات، لأن العقل نعمة كبرى ولا يجوز إضاعتها، كما حرم أكل لحم الخنزير والدم والميتة وكل ما لم يذبح بسم الله، لأن الطعام الطاهر جزء من طهارة الإنسان. كذلك منع الإسلام الربا، لأنه يؤدي إلى ظلم الناس واستغلال الفقراء، وحرم الرشوة لأنها تفسد العدالة. من الكبائر أيضا عقوق الوالدين، أي الإساءة إليهما أو التقصير في برهما، وكذلك الغيبة والنميمة، لأنها تزرع الفتن والكراهية بين الناس. الإسلام نهى عن الكذب والخيانة، وعن أكل مال اليتيم، وعن الظلم بكل أشكاله. وحتى على مستوى السلوك اليومي منع الإسلام السحر والشعوذة، لأنها تفسد العقيدة وتخدع الناس. ونهى عن الإسراف والتبذير، لأن المال أمانة. بل وحتى النظرة أو الكلمة الفاحشة تعتبر من المحرمات. الخلاصة: الإسلام يرى أن الحرام ليس مجرد قائمة ممنوعات، بل هو نظام متكامل يحمي الإنسان من نفسه ومن غيره. فإذا اجتنب المسلم الحرام عاش حياة متوازنة قوية طاهرة، وحقق الهدف من وجوده، وهو عبادة الله وإعمار الأرض بالعدل. المسيحية. في المسيحية أساس الأخلاق موجود في الوصايا العشر التي وردت في الكتاب المقدس. من أبرز المحرمات عبادة غير الله، فالله واحد وهو المستحق للعبادة. ومن الوصايا لا تقتل، أي تحريم القتل وإزهاق الأرواح ظلما. وهناك أيضا لا تزني، وهو تحريم للفواحش والعلاقات غير المشروعة. كذلك أوصت المسيحية بتحريم السرقة والكذب وشهادة الزور والطمع فيما عند الآخرين. من الوصايا المهمة أيضا أكرم أباك وأمك، وهي دعوة لبر الوالدين. وفي العهد الجديد شدد بولس الرسول على الابتعاد عن السكر والفجور، فقال: لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة. ومع ذلك هناك أمور كانت محرمة قديما ثم تغيرت نظرة المسيحية إليها، مثل الأطعمة التي كانت ممنوعة في العهد القديم كأكل لحم الخنزير وبعض الحيوانات، لكنها في العهد الجديد لم تعد نجسة وأصبح مسموحا أكل كل الأطعمة. وكذلك الختان الذي كان واجبا في الشريعة اليهودية لم يعد شرطا في المسيحية. اليهودية. في اليهودية المحرمات تسمى ميتزفوت لوت عاسي، أي الوصايا السلبية أو الأوامر التي يجب الامتناع عنها. عددها في التوراة يصل إلى 356 وصية ناهية، مقابل 244 وصية آمرة، ليكون المجموع 613 وصية تنظم حياة اليهودية بالكامل. الفكرة الأساسية أن هذه الوصايا تحافظ على هوية الشعب اليهودي وتربطه بعهد الله. أشهر هذه المحرمات موجودة في الوصايا العشر: لا يكن لك آلهة أخرى، لا تصنع لك تمثالا ولا تسجد له، لا تنطق باسم الله باطلا، اذكر يوم السبت لتقدسه، أكرم أباك وأمك، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي مال غيرك. هذه الوصايا تعتبر حجر الأساس لكل التشريع اليهودي. اليهودية شددت جدا
على قدسية السبت شابات، فالعمل يوم السبت محرم حتى تشغيل النار أو الكتابة أو السفر الطويل. لهذا السبب يحرص اليهود المتدينون على التوقف عن أي نشاط دنيوي من غروب شمس الجمعة حتى غروب شمس السبت. كذلك عند اليهود قوانين صارمة بخصوص الأطعمة تسمى كاشروت. من المحرم أكل لحم الخنزير أو الدم أو الحيوانات غير المذبوحة على الطريقة الشرعية اليهودية شخيطة، كما يحرم خلط الحليب باللحم في وجبة واحدة. لذلك لديهم مطابخ منفصلة للحوم والألبان. ومن المحرمات الأخلاقية القتل، الزنا، السرقة، شهادة الزور، وظلم الضعفاء، كما يمنع السحر والعرافة واستشارة الأرواح. التوراة تحذر أيضا من أخذ الربا من أخ يهودي، لكن تسمح به مع الغرباء، وهذا كان مثار جدل تاريخي. اليهودية تعتبر أن الخطيئة لا تقتصر على العمل الظاهر بل أيضا على النية. لذلك يحرص اليهود على تلاوة صلوات التوبة تشوفا، خاصة في يوم الغفران يوم كيبور، للتكفير عن أي مخالفة. البوذية. في البوذية هناك 5 وصايا أساسية يتبعها كل بوذي مخلص. الأولى الامتناع عن قتل أي كائن حي سواء إنسان أو حيوان، فمبدأ اللا عنف من أساسيات هذا الدين. الثانية عدم السرقة أو أخذ ما لم يعط لك. الثالثة الابتعاد عن الزنا والعلاقات غير المشروعة التي تجلب المعاناة. الرابعة الامتناع عن الكذب وخداع الآخرين. الخامسة الابتعاد عن شرب الخمر والمسكرات والمخدرات لأنها تفسد الوعي وتمنع التنوير الروحي. ومع مرور الزمن ظهرت تباينات بين مدارس البوذية المختلفة، فمثلا بعض المذاهب القديمة كانت تمنع أكل اللحوم مطلقا، لكن لاحقا صار مسموحا أكل اللحوم بشرط ألا يقتل الحيوان خصيصا لأجل الشخص الذي يأكل. هذا يبين أن بعض الأحكام تغيرت حسب البيئات والثقافات. بوذا كان يؤكد أن هذه الأفعال ال5 إن اجتنبها الإنسان عاش حياة نقية وسليمة وابتعد عن الكارما السيئة. فالتحريم في البوذية ليس فقط لحماية الآخرين بل أيضا لحماية الروح من التلوث وللسير في طريق الحكمة والرحمة. الهندوسية. في الهندوسية هناك مجموعة من المحرمات التي تقوم على مبدأ أهيمسا، أي اللا عنف وعدم إيذاء أي كائن حي. لذلك يعتبر قتل الحيوانات أو إيذاؤها أمرا محرما، وخاصة أكل لحم البقر لأن البقر عندهم مقدس. كذلك تحرم الهندوسية السرقة والكذب والزنا وشرب المسكرات والمخدرات لأنها تفسد الجسد والروح، كما تعطي أهمية كبيرة لاحترام الوالدين والمعلمين الروحيين، ويعتبر عقوقهم من الذنوب. ومع ذلك لم تكن هذه الأحكام ثابتة دائما. قديما كان بعض الهندوس يأكلون أنواعا من اللحوم، ومع مرور الوقت تغيرت العقيدة فأصبح أكل لحم البقر محرما تحريما قاطعا. وفي بعض الطوائف لا يزال مسموحا أكل لحوم أخرى، بينما طوائف أخرى تتبع النباتية الصارمة. الزرادشتية. في الزرادشتية الدين الذي أسسه النبي زرادشت في فارس القديمة هناك تركيز كبير على التمييز بين الخير والشر. الكذب يعتبر أكبر المحرمات لأنه مرتبط بروح الشر المعروفة باسم دروج، لذلك يشدد الدين على الصدق في القول والعمل. من المحرمات أيضا القتل وظلم الأبرياء، وكذلك الزنا والفواحش والسرقة. الزرادشتية تعتبر عناصر الطبيعة ال4 النار، الماء، الأرض، الهواء مقدسة وتحرم تدنيسها أو تلويثها، كما تمنع أكل الجيف أو اللحوم النجسة وتنبذ السحر والشعوذة الشريرة. ومع مرور الزمن تغيرت بعض الممارسات، فمثلا قديما كان يمنع أكل أي جفة حيوان حتى لو ماتوا طبيعيا، لكن مع الزمن ظهرت طوائف أكثر تساهلا في هذا الأمر، خصوصا في فترات الأزمات. الزرادشتيون يؤمنون أن الإنسان خلق ليكون في صف الخير ضد الشر، وأن اجتناب هذه المحرمات طريق للانتصار على قوى الظلام ونيل رضا الإله أهورا مازدا. لا تنسوا تدعمونا بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد، وإذا عجبكم الفيديو لايك وشير يساعدنا نستمر.